الجوب ماركت دلوقتي is very competitive، لكن ما يبقاش ان انا الطبيعي ان انا كل يوم مش عايزه انزل الشغل وبعيط وانا في الاسانسير طالعه المكتب. ده مش بيميك سنس خالص بالنسبه لي. بحس ان الورك لايف بالانس is part of your well-being. لما بتراك الوقت انا التاسك دي بتاخد مني قد ايه، ده بيسهل عليا عامه في الحياه بقى مش في الشغل بس. فكان بالنسبه لي it was a huge challenge بقى ان انا ازاي هخرج من ده وانا خلاص حاسه ان انا في السيف زون بتاعتي. الحته بتاعه الانجليش انا حاسه ان دي مش المفروض اقولها من كتر ما هي بقت ديفولت ومن كتر ما هي بقت بيسك، بس انا بشوف انترفيوز بيبقى مختلف خالص عن كده، فمحتاجه اتكلم معاكي في الموضوع ده، محتاجه فضفض ومضطرين نبقى خارجين عندنا اكسبيرينس عشان دي متطلبات الجوب ماركت. حتى لو مش بتميك سنس بالنسبه لنا بتقسمي التاسكس لارجنت وامبورتنت ونوت ارجنت ونوت امبورتنت. انك تدور على شغل دلوقتي ما بقاش زي زمان، نفتح الجرايد وندور على شغل، نبعت السي في هنا وهنا وهنا. دلوقتي السوشيال ميديا وكمية الكورسز اللي بقت موجودة خلتنا من واحنا في الجامعة نبتدي نعرف احنا عايزين ايه، محتاجين ايه، انا حابب ادخل في انهي كارير، الكلام ده كله. النهاردة هنتكلم عن الورك سايكل وازاي تختار الجوب اللي انت حابب تبقى فيها، ازاي تعرف عن نفسك اكتر. انا مروة معتز وليكس توك. مشرفوني في حلقة النهاردة يارا نجيب تالنت اكوزيشن. هلو يا يارا. هاي ازيك يا مروه؟ انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. والله ايه الاخبار؟ كله حلو؟ كله حلو الحمد لله. الاول كلمينا عن نفسك، بداتي شغل ازاي لحد ما وصلتي للتالنت اكوزيشن؟ انا بدات من وانا في الجامعه، كنت بحاول اكسبلور على قد ما اقدر عشان احدد بالظبط هو انا حابه انهي فيلد من وسط الفيلدز اللي انا كنت متاحه قدامي. انا كنت بدرس بزنس ادمنستريشن في جامعه عين شمس، وبدأت بقى أخش student activities وإن أنا أدور على internships وأنزل internships. مفيش summer تقريبا كان عدى من غير ما أنزل حاجة. جربت finance، جربت marketing، جربت then I landed في الآخر خالص في human resources. I started an internship one of the biggest pharmaceutical multinationals في المجال بتاع أو في الفيلد بتاع ال HR. ده بعد كده they offered me ان انا ابقى بكمل شغل معاهم مع ان انا بدرس، وفعلا ده اللي حصل في سنة 3 وفي سنة 4. ومن هنا خلاص اخدت decision and this is my part. انا حابة ان انا ابقى بتعامل مع ناس وحابة البارت بتاع ال HR جدا. حلو قوي، بس صعب على فكرة حتة التعامل مع الناس طول الوقت، مش اي حد يقدر يخوض هذه التجربة. يعني معاكي حق، ساعات الموضوع بيبقى overwhelming وبتحسي ان كل حد عنده طلبات مختلفة وعنده احتياجات مختلفة، وان احنا نقدر نكيتر على كل ده مش بيكون اسهل حاجة. بس انا شخصيتي كده، انا بحب ان انا اتعامل مع الافراد او الاشخاص اكتر بكتير من الكمبيوترز. يعني ما اعتقدش ان انا مثلا كان ممكن انفع في حته IT او حته ابقى طول اليوم قاعده قدام الكمبيوتر. It's not my part. مش شبه شخصيتي خالص. بالعكس انا بحس ان احنا لما بنتعامل مع بشر مختلفين كل يوم ده بيدينا من الاكسبيرينس بتاعتهم، بنفضل نتعلم من بعض. فدي كان بالنسبه لي حاجه لذيذه قوي. حلوه قوي. I started الكارير بتاع ال HR since لما كنت في ثالثه جامعه. كنت بشتغل بارت تايم، بروح 4 ايام الشغل وبروح يوم الجامعه. يعني اللي موجود في عين شمس عارف ان مفيش اتندنس قوي. فكنت بحاول ان انا اظبط ده طول الوقت. وبصراحه هم كانوا برضو في الشغل متفاهمين فكره ان انا ستودنت، فانا عندي اجازات وقت الامتحانات وهكذا. وانا كنت بدات ان انا اقرا اكتر واتعلم اكتر كمان عن التايم مانجمنت وقتها عشان ابقى عارفه اعمل الحاجتين دول مع بعض. ده بعد كده لما اتخرجت I took a very tough decision في الوقت ده، ان انا قررت اسيب المالتي ناشونال كوربريت اللي انا كنت شغاله فيها واسيك ان انا اشتغل في ستارت اب، عشان كنت حابه فكره قوي ان انا ابقى بشتغل على حاجات كتيره بشكل هوريزونتال على سكيل اصغر، عشان by the end of the day working في شركه فيها مثلا هاد كاونت بتاعها حوالي 7000 موظف. ده كان بيخليني اعمل رولز صغيره جدا redundant او بشكل متكرر. فانا كنت حابه ان انا explore functions اكتر في ال HR وابقى عارفه في مجالات مختلفه تحت الامبريلا او البيج امبريلا بتاعت ال HR. وفعلا ده اللي انا عملته. بدات اشتغل في شركه ما تعتبرش برضو ستارت اب قوي. It was a medium sized company. كانت في مجال مختلف خالص عن الفارما. كانت في مجال الإديوكيشن للأطفال. قعدت فيها almost 5 سنين. It was
my comfort place. 5 سنين ده يعني Yes. كتير قوي في مكان Yes. واحد. انا كنت بحب المكان قوي، كنت حاسه ان we developed together والمكان كبر وانا كبرت معاه، فكان عندي a lot of memories فيه. فكان بالنسبه لي it was a huge challenge بقى ان انا ازاي هخرج من ده وانا خلاص حاسه ان انا في السيف زون بتاعتي. فده اخد مني شويه مجهود ان انا I decided في وقت ما، خصوصا وقتها كنت يعني في اخر 5 سنين دول، اخر سنه او سنتين كنت ابتديت ان انا افريلانس كمان. فكنت بشتغل مع clients مثلا عايزين اعملهم hiring او business owners عايزين عندهم شويه difficulties او challenges في الحته بتاعه الريكروتمنت، فابتديت اشتغل فريلانسر. فلقيت انه ايه ده، في opportunities بره برضو لذيذه جدا، وانا كنت عارفه ده، بس still كنت حاسه ان انا عايزه افضل في الحته بتاعتي. ف by the end of سنة 2022 I guess قررت ان انا خلاص I will resign. ما كانش عندي options تانية، ما كنتش مقدمة على شغل تاني. هو كان قرار متهور جدا، بس بالرغم ان هو كان قرار متهور قوي ومش مبني على اي حاجة، بس كمية ال opportunities والبيبان اللي اتفتحت لي بعدها عشان خلاص انتي بتحسي ان انتي في النوير، انت مش عارفه انت خلاص بتخبطي بقى. ايوه بالظبط، مش على solid ground كده، مش ضامنه اي حاجه من ناحيه الفاينانسز كمان. فبتقرري ان انت literally تدقي على كل باب او كل opportunity ممكن تبقي حابه ان انت تجربيه. خلاص انت بتexperience بقى بالظبط كده. خلاص ان انا I don't have any other option. بالظبط. فده اللي انا عملته. ابتديت ان انا I started my blog على انستجرام. I started creating content واتعلم اصلا ازاي create content وازاي edit videos. كل الحاجات دي كانت بالنسبه لي واخده وقت ومجهود اكيد، و at the same time ركزت اكتر على الشغل الفريلانسنج بتاعي. ده بعد كده step by step بقيت يعني I had it to another position في digital marketing agency as a people and culture manager. وثرو ال5 سنين بقى بتوع الشركة اللي related بالeducation أنا already أخدت several promotions وتعلمت حاجات كتيرة و almost I covered كل الفانكشنز بتاعت HR. فخلاص it was time بقى to move out كمان. حلو قوي. بس طيب تعالي نتكلم على حتة التايم مانجمنت زي ما كنتي لسه بتتكلمي. ازاي حد لسه فريش جراد هو بيفجر اوت اصلا حته الشغل وهو فين ويروح فين وجاي منين، يقدر ان هو خلاص سي ان هو اتثبت في مكان. حته التايم مانجمنت بقى يعني يعملها ازاي؟ اوكي بصي، انا بصراحه بشوف ان التايم مانجمنت هي it's a very important skill. ملهاش علاقه حتى بان هو شخص فريش جرادويت. يعني احنا بنحتاج نمانج التايم في كل الفيزز من اول ما احنا بندرس عشان نبقى عارفين نذاكر كل المواد اللي عندنا ونظبط الامتحانات ويبقى عندنا سوشيال لايف في نفس الوقت وخروجات مع عائلتنا وجاذرينجز وكل الكلام ده. الوركينج لايف بالانس بالظبط كده. بتؤمني بيه في الموضوع ده؟ جدا في لايف بالانس جدا. هو مرهق ومش شرط دايما على فكره يكون موجود. بس انا بصراحه بحس ان الورك لايف بالانس is part of your well-being. انت عشان تقدري تبقي حاسه ان انت نفسيا ومنتلي احسن كمان لازم تبقي بتفرغي الطاقه، عشان at the end of the day you will burn out. يعني انا دايما بقول للتيم عندي يا جماعه الاجازات دي حاجه مهمه، ان احنا نمشي في مواعيدنا دي حاجه مهمه، ان احنا نعرف ننظم وقتنا فنمشي في مواعيدنا دي حاجه مهمه. عشان simply لو مش من ناحيه انسانيه بحته ان احنا بشر وهنتحرق فانت لما تيجي تتحرق فانت بتضر برضو بالبرودكتيفيتي بتاعت الشركه والاوتكم. فبزنس وايز كمان الموضوع هيبوظ. توتالي اجري، عندك حق. فبقعد اقول لهم يعني ما تفكروش ان دي احتياجات شخصيه، دي احتياجات للشركه. انا محتاجه ان كل حد فيكم يكون ساتسفايد ويكون مرتاح ويكون عنده ورك لايف بالانس. طبعا زي ما بقول لك دي حاجه مش 100% بتحصل طول الوقت. ساعات بيكون في رش وساعات بيكون في حاجه اوفرويلمنج قوي، بس مش الطبيعي ان ده يكون الطبيعي. ده في وجهه نظري. يعني ممكن لو بيحصل ده مره مرتين 3 في السنه في سيزونز مثلا معينه او كده فده مانجبل. لكن ما يبقاش ان انا الطبيعي ان انا كل يوم مش عايزه انزل الشغل وبعيط وانا في الاسانسير طالعه المكتب. ده مش بيميك سنس خالص بالنسبه لي. طيب نرجع بقى لحته التايم مانجمنت. التايم مانجمنت زي ما كنت بقولك انا بالنسبه لي دي one of the essential skills اللي لازم تكون عند اي شخص عشان يقدر يحقق اي حاجه في الحياه، سواء بقى رياضه سواء شغل ايا كان هي ايه. في تكنيكس وتاكتكس كتيره للحته بتاعه التايم مانجمنت، بس انا اكتر حاجه بتنفع معايا في الكون هي الكتابه. وفي عالم اسمه ايزنهور ليه ماتريكس كده معينه بتقسم ان انت الصبح او يفضل طبعا ان انت تكتبي التاسكس بتاعتك او تو دو ليست من قبلها بيوم.
بتقسمي التاسكس لurgent وimportant ونوت urgent ونوت important. ممكن ده سهل قوي ان الناس تعمل سيرش عليه. فبتبداي تعرفي هو ايه الحاجات اللي انت محتاجه تخلصيها دلوقتي، ايه الحاجه اللي ممكن تفرديها الايام بعد كده، وايه الحاجات اللي ممكن تديليجيت اصلا لحد تاني، وايه الحاجات اللي مش essential ومش urgent فانت مش محتاجه اصلا تعمليها. فالواي دي بتكون لذيذه قوي. بلس التايم تراكنج برضو، ودي من الحاجات اللي بتفرق معايا قوي. لما بتراك الوقت انا التاسك دي بتاخد مني قد ايه، ده بيسهل عليا عامه في الحياه بقى مش في الشغل بس، عشان احنا غصب عننا ساعات عقلنا بيخدعنا اللي هو احنا ورانا كذا وكذا وكذا، بتحسي ان الدنيا مكركبه فوق دماغك. مع ان انت لو عامله تايم تراكنج وعارفه التاسك دي يوجوالي بتاخد منك مثلا ممكن تلاقيها بتاخد ربع ساعه، فلما بتصدمي بقى عقلك لوجيك، الحته اللوجيك انه لا ده this takes 15 minutes بس، فالموضوع بيبقى بيمشي very smoothly، واللي هو لا خلاص انا هقوم اعملها. صح. فده دايما على فكره بيحصل معايا حتى في البيت، اللي هو المهام اليوميه بتاعتي في البيت. ببقى حاسه انا مش قادره اقوم اعمل كذا، بس then at the end of the day لما بفكر نفسي انا هقوم ساعه اخلص كذا وكذا وكذا، وانا عارفه ان الساعه دي هتقضي ف it's just 1 hour، فالموضوع بيكون اسهل بكتير. والتايم مانجمنت برضو بحس ان هو ترايل اند ايرور، انت لازم تجربي في ميثودز كتيره، وزي ما قلنا في تكنيكس كتيره جدا للتايم مانجمنت. هي البوينت ان انت تجربي الحاجات وجربي كذا طريقه وتشوفي انت ايه الاحسن بالنسبه لك. في ناس مثلا بتبقى productive اكتر الصبح، انا منهم. فانا بحب ان انا اصحى اخلص كل التاسكس او الحاجات الرخمه بالنسبه لي الصبح. في حتى مثل كده تقريبا فرنسي بيقول eat the frog first، ان انتي لو عندك حاجه مش حباها فاعمليها في الاول عشان تخلصي. صح، طول ما هي هتفضل في دماغك، هتفضل مقدراكي طول اليوم، مش هتعرفي تعملي اي حاجه تانية على فكره. بالظبط كده. بس سبحان الله انا مثلا ده بينفع معايا جدا، انا ببقى عايزه اخلص من كل الحاجات الرخمه في اول اليوم. في ناس ده بيبقى بالنسبه لها مش مناسب، بياخد انرجي كتيره منهم. زي بالظبط ما في ناس بتشتغل احسن بالليل وناس بتشتغل احسن الصبح، فعلى حسب. فانا دايما نصيحتي ان هو جربوا different tactics، وجربوا تكنيكس مختلفه، ودم بعد كده شوفوا انتوا ايه انسب حاجه مناسبه بالنسبه لكم. صح، حلو قوي. طيب حته بقى الستودنت اكتيفيتيز انت لسه كنتي بتقولي عنها. في كتير قوي شباب كتير في الجامعه بيبقوا مش عارفين ادخل ستودنت اكتيفيتي هيفيدني مش هيفيدني. طيب سبيشالي في حته الديجيتال ماركتنج دلوقتي الستودنت اكتيفيتيز بقت بتاخد بالها قوي من البارت دوت، فخلاص انا ببقى طالعه عارفه انا شفت حاجه معينه في الستودنت اكتيفيتي، فانا لما هكبر انا عايزه البوزيشن ده. انت في وجهه نظرك الستودنت اكتيفيتي فعلا افكتيف؟ هل بتنصحي بيه عموما للشباب؟ بنصح بيها 100%، عشان it was life changing بالنسبة لي في حتة الجامعة في السكيلز مثلا at least. يعني بعيدا عن ان هي ادتني exposure اكبر، بقيت فاهمة شركات اكتر، كنا بنعمل case studies وكنت فاهمة الشركة من جوه الديبارتمنتس اللي فيها ايه. بس في حتة السكيلز كمان احنا للأسف بارت كبير قوي مننا تعلمنا مش بيبقى مدمج فيه حتة تقوية المهارات. بنبقى بنتعلم كريكولم معين محتاجين نخلصه عشان نمتحن فيه عشان نجيب درجات، especially في ثانوية عامة عشان نلاقي جامعة ندخلها. كلنا كان تركيزنا في خلال السنين بتاعة دراستنا على الدرجات and that's all. قليل قوي المدارس اللي فعلا بتركز ان الطفل ده يبقى بيعرف يبريزنت قدام صحابه، بيعرف يتكلم من غير ما يتوتر، بيعرف ان هو يكوميونيكيت بشكل احسن، يسلم على الناس ازاي، يعرف نفسه ازاي. كل الحاجات دي مهمة جدا. فده الحقيقي بالنسبة لي كان الكور في الحتة بتاعة الستودنت اكتيفيتيز. انا لو اقولك انا فاكرة اول بريزنتيشن عملتها ركبي حرفيا كانت بتخبط في بعض ولو خلاص بنهار. اخر سنه ليا في سنه رابعه كنت طالعه في سيمينار في مئات من البني ادمين وعلى ستيج بسيت اب وبتاع، وبتتكلمي بكل ثقه as simple as ان انا رايحه اعمل مشوار. يعني الموضوع كان بالنسبه لي كان سهل جدا. ففرق بقى في حاجات كتير، بتبتدي تتعرفي على، ودلوقتي باي ذا واي في كومبيتيشنز كمان وحاجات كتيره بتكون ريليتد بالستودنت اكتيفيتيز، فبتبداي تتعرفي على انتيتيز مختلفه وشركات مختلفه. ومن ناحيه بقى بتاعه الهايرنج، بما ان دي الحته بتاعه الريكروتمنت شويه، بجد بيفرق جدا في الكاليبرز اللي بيجوا لو داخلين ستودنت اكتيفيتي او لو مش داخلين. معظم البيج نيمز او الكوربريتس لما بتيجي تفتح انترنشيبس حتى للولاد اللي في الجامعه
بيبقى من ضمن الكرايتيريا بتاعت السelection ان الشخص ده لازم يكون دخل student activity. ايه ده، انا اول مره اعرف المعلومه دي. لا ده طبعا ده لازم، عشان هو بيبقى في الاخر عايزه يبقى عنده basic knowledge. لكن لو هو جاي بالمحاضرات اللي بيحضرها، انا طبعا مش بقول ان العلم نفسه مش مهم. ايوه انت بتتكلمي على حته السكيلز اكتر يعني. بالظبط كده، عشان ده لما ان شاء الله يتخرجوا ده اللي هيكتشفوه، ان كل اللي هم درسوه في الجامعه بيبقى مختلف تماما عن البراكتيكال اكسبيرينس اللي بياخدوها وهم بيشتغلوا. it's totally different. فمهم جدا ان هم يبقوا بيشتغلوا على الحته بتاعه السكيلز. وزي ما بقولك هو مش بس سكيلز، هم بياخدوا نوليدج. يعني انا مثلا في ستودنت اكتيفيتي كنا بنعمل كيس ستاديز، عرفت اكتر عن الماركتنج والماركت اناليسيس بتتعمل. فهو ستيل بارت من الاكسبلوريشن جيرني بتاعه الشخص وهو لسه في الجامعه. وكل ده بيساعده لما يتخرج باذن الله يبقى اوريدي عارف انا هروح فين. ما يبقاش لسه متخرج ما عندوش حاجه يكتبها في السي في، مش عارف انا لسه متخرج عشان اكسبلور. لا، هو انت للاسف دلوقتي بقينا مضطرين نكسبلور قبلها ومضطرين نبقى خارجين عندنا اكسبيرينس عشان دي متطلبات الجوب ماركت، حتى لو مش بتميك سنس بالنسبه لنا. اوكي بس طيب حته بقى الجوب ماركت، كلمينا اكتر عن الجوب ماركت. جوب ماركت دلوقتي محتاج ايه، مش محتاج ايه، الناس تركز على ايه لا؟ اوكي طب الجوب ماركت دلوقتي is very competitive بشكل competition فيه بقى بشعة، مش مثلا زي من 10 سنين. بقى في حاجات كتيرة. جين زي بقوا شاطرين قوي. سوبر تالنتد. وعارفين يعني زي ما بقولك هم دول الشباب اللي بيخشوا الستودنت اكتيفيتيز، بيجربوا حاجات مختلفة، بيبقوا هم في المدرسة راحوا كامبس وراحوا حاجات مختلفة وفيهم اكتر مننا. بالظبط. فالكومبيتيشن از فيري هاي عشان هم كمان تك سافي اكتر او بيعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجي اكتر بكتير. فمهم جدا نبقى فاهمين حته الكومبيتيشن دي. فدي من الترندز او الحاجات اللي فعلا موجوده قوي في الجوب ماركت دلوقتي. بلس ان اسينشالي بقى ايه اللي لازم يكون موجود عندنا، في شويه سكيلز، حقبه من السكيلز كده او بورتفوليو من السكيلز لازم يكون عند الناس. زي ما قلنا اتكلمنا في التايم مانجمنت، الكوميونيكيشن او الافكتيف كوميونيكيشن ده حاجه مهمه قوي. مش ان انا بس اكون بعرف اتكلم، مهم ان انا بكون بعرف اسمع بشكل اكتيف، فبقى فاهمه الشخص اللي قدامي بيقول ايه. صح. مش بس ان انا I'm hearing يعني. مهم جدا كمان السوشيال والايموشنال انتليجنس. السوشيال انتليجنس دي حاجه بتخلي ناس كتيره ممكن تسيب تبقى ما بتجددش عقود او بتمشي او كده، عشان ده بيخلي ما فيش هارموني جوه التيم في الشركه. فمهم جدا الناس يكون عندها سوشيال انتليجنس، اللي هي عارفه بتكلم ده بطريقه عامله ازاي. ده بارت كمان من الكوميونيكيشن، عارفه الشخص ده بتعامل معاه بطريقه عامله ازاي. الفلكسبيليتي برضو من الحاجات المهمه قوي، ان الشخص يكون مرن، ما يبقاش ماشي بالورقه والقلم. دي حاجه مهمه قوي. وان هو يكون متقبل ان طول الوقت في الشغل وارد يكون في تشالنجز، وارد يكون في بوب ابس. لو هو اوريدي الشغل كله تشالنج. بالظبط كده. معاكي والله. فلو هو حد بقى شايف ان انا باجي اعمل 1 2 3 4 لا ما بقتش ماشي كده دلوقتي خالص. فبورت الفلكسبيليتي ده من ضمن الحاجات اللي بجد الامبلويرز طول الوقت we are searching for ناس عندها flexible mindsets، ما تبقاش بتعقد الدنيا من الاخر. صح. برضو ان الشخص يكون self learner. خلاص بقى اتأندت حتة ان ايه، ان الناس تبقى سبون فاد بالمعلومات، وانا هعلمك وانا هوريك وانا هوجهك. ما كانش الواحد هو الاكسبيرينس الموضوع بنفسه، يحفر هنا شويه ويدور هنا شويه، عمره ما هيتعلم. بالظبط. خصوصا ان احنا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا نعمه كبيره قوي ان احنا عندنا open resources طول الوقت في كل حاجه. يعني لو انا دايما بقول للناس في الشغل عندي، انتوا ما تجوش تسالوني غير لو سالتوا جوجل، سالتوا يوتيوب، سالتوا تشات جي بي تي، سالتوا كل التولز اللي في الدنيا وبعدين ما لقيتوش حل فتعالوا لي. أيوة. بس فكره الاستسهال او هو مش بيبقى استسهال، هو بيبقى الناس ساعات بتبقى قلقانه ان هي ما تاخدش المعلومه من سورس موثوق فيه اللي هو مديرهم. صح. فبيقولوا خلاص لا احنا نروح نساله، مش واثقين في الريسيرش بتاعتهم. بس خلاص في الاخر المانجر ده ما بيبقاش عنده وقت ان هو يبقى بيرد على اسئله صغنطوطه سهله جدا ان هي تتجاب من على اي سورس من الانترنت. صح. فمهم ان الشخص يبقى طول الوقت كمان سيلف ليرنر وبيعلم نفسه بنفسه. يعني من الحاجات اللي انا دايما بقولها انه ما ينفعش في الوقت ده نبقى بنسمع كلمة او مصطلح او حاجة ما نبقاش عارفينها وما يثرناش الفضول ان احنا ندور عليها بعد ما نمشي.
يعني معاكي 1,000,000%. صح. فبيسكلي هي دي تقريبا السوفت سكيلز او البيرسونال سكيلز المهمه. من ناحيه الكمبيوتر بقى اتس فيري امبورتنت طبعا ان الناس تكون بتستخدم اي تولز، على الاقل تشات جي بي تي، عشان زي ما بقولك هو بيوفر وقت في المعلومات. الاي اي تولز دلوقتي قلبت الدنيا، قلبت الموازين بالظبط. خليني اشار معاكي برضو حاجه. انا اول لما مثلا من سنتين ابتدى يطلع ان الناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي وانه هيبقى فيه تولز جديده وبتاع، انا ابتديت اتوتر، وابتدى ناس تقول انه طب ما هو ده هيحل محل شغلانات كتيره وهكذا. بس بعد كده عارفه لما تفكري فيها، هو زي الطفره اللي حصلت مثلا لما بقى فيه كمبيوتر. هو انت اتس اتول، انت محتاجه تكوني بتعرفي تستخدميها. صح. زي الكالكوليتر زمان خالص. هو في محاسب بيعرف يستخدم كالكوليتر، فهو ستيل في شخص لازم يشغله. وفي محاسب مش بيعرف يستخدم كالكوليتر، فاللي بيستخدم كالكوليتر ده is more efficient و more effective في الشغل بتاعه، سواء من ناحيه المجهود او الوقت او فايتس ذا سيم. هو في ناس لحد دلوقتي ساعات بقابلها في السيشنز او الورك شوبس اللي بعملها بتبقى خايفه تجرب تشات جي بي تي مثلا. اذا لحد دلوقتي لسه في حد بيخاف يجرب شات جي بي تي؟ انا حاسه الناس كلها ماشيه بالشات جي بي تي. لا، خصوصا بقى الاجيال الاكبر شويه، يعني الثلاثينات الاربعينات وهكذا. في يعني مش فاميليير قوي بالموضوع. في منهم ساعات بيبقى عندهم شويه ريزيستنس وشويه قلق ان هم يجربوا تولز مختلفه. بيبقوا ستاك عند حته قديمه شويه. بس اوفرول زي ما بقول لك الاي اي تولز از فيري اسينشال، عشان هي كمان بقت بتغني عن تولز كتيره جدا. او ان انت مثلا بتوفر وقت كمان كبير، بتوفر وقت رهيب. ايوه رهيب. وهي بتغني كمان عن فكره ان انا محتاجه اتعلم اكسل كويس قوي واخد ادفانسد اكسل كورس ولازم اتعلم في كل البروجرامز. لا، انت بمنتهى البساطه قولي له انت عايزه تعملي ايه وهو هيقول لك هتعملي ازاي. and that's all. صح. بس فبيسكلي دي هي الحاجات المهمه قوي في الجوب ماركت دلوقتي. بلس كمان الحته بتاعه الانجليش، انا حاسه ان دي مش المفروض اقولها من كتر ما هي بقت ديفولت ومن كتر ما هي بقت بيسك، بس انا بشوف انترفيوز بيبقى مختلف خالص عن كده، فمحتاجه اتكلم معاكي في الموضوع ده، محتاجه فضفض. المايك معاكي. الانجليش ما بقاش رفاهيه، الناس ما تبقاش بتتكلم وبتكتب انجليش كويس. والكتابه ده بقى بانكتويشن وجرامر، يعني الحاجات دي فعلا بتفرق في تعيينات كتيره قوي، خصوصا لو بوزيشنز حاجات ادمنستريشن او اسيستنس او سكرتاريا او ناس بتضطر تكتب ايميلات كتير. ف it's very important. او يستخدموا اي اي تول، يعني لو هم خلاص ستك مش قادرين يتعلموا دلوقتي يستخدموا اي اي تول. بس بقى مهم جدا ان الشخص يكون متخرج بيعرف يتكلم انجليش كويس. فممكن ينفست بقى ال4 سنين بتوع الجامعه لو هو مدرسته ما كانتش قويه في الانجليش ان هو لازم ياخد كورس انجليش. طيب تعالي نتكلم بقى على حته الكارير شيفتنج. انا قررت ان انا هعمل كارير شيفت خلاص. وعارفه ان انا هخرج من الكومفورت زون بتاعتي وهغير الاندستري اصلا اللي انا كنت شغاله فيها. ايه الستبس اللي بعد كده يعني المفروض بقى همر بيها، او الجيرني اللي بعد اللي تخليني خلاص انا ثابته على موقفي، انا عملت كارير شيفت؟ بصي، الكارير شيفتنج هي بروسس صعبة شوية بس مش مستحيلة. بس لازم انتي تبقي من جواكي عارفة ان انتي هتواجهي شوية تحديات، فانتي لو ما عندكيش الانرجي ده مش هينفع. يعني بصي بمنتهى الصراحة حاسة ان كلامي ممكن يبقى محبط شوية، بس لا بالعكس، انتي لازم تبقي عارفة انتي داخلة على ايه. عشان شيفتنج الكارير خصوصا لو انت مثلا كان بقالك 7-10 سنين شغاله في فيلد معين وهتروحي فيلد مختلف، فلازم تبقي فاهمه ان في شويه صعوبات وتحديات هتواجهيها عشان ان انت تلاقي شغل. دي حاجه صعبه، وان انت تتقبلي ان انت هتبداي انتري ليفل بعد ما كان عندك 10 سنين خبره في مجال مختلف. دي بتكون حاجه صعبه قوي. ممكن تبقى صعبه نفسيا عشان بتحسي انت بتبداي السلم من اول حرفيا. بس الفكره ان لما الناس بتبقى passionate about الفيلد الجديد اللي هم رايحينه ما بيبقاش عندهم مشكله في ده. والحمد لله ريسنتلي بقى الامبلويرز عندهم حته اللي هو المايند سيت بقت فلكسبل اكتر، ان اتس اوكي ان احنا نعين حد كبير في السن او عنده اكسبيرينس كبيره في حته مختلفه. بس كمان الشخص ده محتاج ان هو يكون شغال على السي في بتاعه. دي حاجه مهمه قوي، لازم يبقى السي في بيبين ان هو بيشفت الكارير بتاعه. في
several types of CVs. الCVs بتتكتب بفورماتس مختلفة. اوكي. بتاع الكارير شيفتنج او اللي مناسب للكارير شيفترز بيبقى اسمه فانكشن او سكيلز بيزد CV. ده بيبقى المين فوكس بتاعه مش الاكسبيرينس. ما تقعدش بقى تحكي لي في ال10 سنين اللي انت قضيتهم في شغلك اللي فات كنت بتعمل ايه. صح. هو انت قررت انك تعمل كارير شيفت. بالظبط. بتركزي على الترانسفيربل سكيلز او هو ايه السكيلز اللي كانت في شغلي القديم هتبقى بتفت صح الشغل الجديد. ولازم يبقى منشند جوه الCV في البروفايل سامري انه الشخص ده بيشفت الكارير من فيلد كذا لكذا. وبرده ما ينفعش اعتمد على ان انا I'm searching for a job وخلاص. لازم ابقى already at least اخدت knowledge في الحته اللي انا رايحاها. فاخدت بقى دبلومه، اخدت كراش كورس، ايا كان. بس مهم جدا ان يبقى في knowledge عشان احنا لما بنيجي بنعين بنمشي كده بالسيكونس اللي هقوله لك. حد عنده experience knowledge ده يعني توب. حد عنده experience، حد عنده knowledge، حد ما عندوش ده هيبقى صعب قوي ان احنا ناخده. فاتليست يبقى انت ما عندكش experience بس عندك حته النولج اللي ممكن somehow تعوض، especially لو انت داخل على entry level. فانت كانك لسه متخرج، عندك النولج او عندك الاكاديميك knowledge بس لسه ما عندكش experience، فهتبدا تاخد experience في الفيلد ده. مهم كمان ان هم يهتموا قوي بلينكدين بروفايلز. يعني لازم يخلوا كل حاجه شكلها very professional وان هي tailored على الفيلد اللي هم رايحينه. لو مثلا حد بيشفت for example من sales لماركتنج، من HR لماركتنج، لازم يهتم ان هو يعمل له بورتفوليو. لازم يبقى already equipped بكل التولز وكل الحاجات اللي هو محتاجها عشان يشفت الكارير بتاعه. ويبقى متقبل انه لو مثلا بيقدم على 100 position ممكن يجيله انترفيو في 10 منهم. يعني لازم يبقى متقبل ان البرسنتج اصلا هتكون قليله. اي الموضوع مش هيبقى سهل اكيد. حته الشافتنج دي ما بتبقاش اسهل حاجه. الواحد اصلا لما بيشفت من شركه لشركه، مش اقول لك بقى من اندستري لاندستري او من فيلد لفيلد، لا من شركه لشركه الموضوع بياخد وقت ومجهود واروح ما اروحش. حته بقى من فيلد لفيلد دي مش اسهل حاجه. صح. ثانك يو يا يارا. يعني بجد الحلقه كانت لذيذه قوي واتكلمنا في حاجات كتير قوي حلوه. حته الجوب ماركت دي كانت مهمه قوي. بس انا انبسطت جدا معاكي النهارده. ميرسي جدا ليكي يا مروه. انك تبدا كاريرك صح وتظبط الCV بتاعك وتعرف ايه البيرسونال سكيلز اللي لازم تكون عندك، محتاجه مجهود شويه. لكن ليتس توك بودكاست ومع يارا هنقدم لك اونلاين وركشوب تعرف فيها ازاي تكتب الCV مظبوط، تعرف التايم مانجمنت وبيرسونال سكيلز كمان شويه. اكتبوا لنا في الكومنت اونلاين وركشوب واحنا هنرد عليكم بكل التفاصيل. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الحلقه في الكومنتس وتابعونا على كل البلاتفورمز بتاعتنا. انا مروه معتز وليتس توك.